السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من فرنسي في الملعب. طالعين في ميعاد مش عادي عشان مفيش أي حاجة من اللي حصلت كانت عادي، كله كان خارج التوقعات. أداء هزيل، أداء مخزي، بيكلفنا إن إحنا بنخسر كأس الأمم الأفريقية وبنخرج خروج مهين من دور ال16 من فريق متواضع الكونغو الديمقراطية. شفتوا أداء منتخب مصر في البطولة دي؟ الشارع اللي وراه ده فشل لكل منظومة الكورة في مصر. أهلا بيك في واحدة من أكتر بؤر الأرض فساد على جميع الأصعدة. فساد ليه؟ عشان ما عندكش ثواب وعقاب. فساد الإنسان بطبعه أصلا فاسد، يعني أكتر خطر على الإنسان هو الإنسان. يعني مفيش حاجة بتشكل لك خطر على الأرض أكتر من الإنسان. فلو مفيش ثواب وعقاب يبقى ما تستناش حاجة، يبقى ما تستناش نتيجة. يعني ما تستناش نتيجة من طبع الإنسان نفسه، هو فاسد. كمان أنت جيت قلت له أنا شلت لك الثواب والعقاب. أنت عندنا هنا في مصر محدش بيحاسب حد، محدش بيحاسب. اعمل اللي أنت عايزه، مفيش. لو ليك ظهر محدش هيحاسبك، محدش هيقول لك انت بتعمل ايه، محدش هيقول لك انت بتفسد في الارض ازاي، ولا الهوى. لو ربنا كان قال لنا ده مفيش ثواب وعقاب، اعمل اللي انت عايزه، انت خلاص كده ايه، ميت، هتروح بعد كده. مفيش، ما عندناش ثواب وعقاب بعد كده. خلاص انت هتقضي الحبه اللي انت عايشهم في الحياه، وبعد كده خلاص مفيش حاجة تانية. الإنسان كان هيفسد في الأرض، هيدمر أمها، هياكل الأخضر واليابس. هو الإنسان هنا، أنت لما بتيجي تعمل الصح بتعمل الصح ليه؟ عشان بترجع إن في ثواب وعقاب. أنت خايف من العقاب اللي في الآخر، عشان كده بتحاول إن أنت تبقى إنسان صالح. مش عشان أنت صالح او عشان انت كويس او عشان جواك كويس، لا، عشان انت بترجع تفتكر. والمفروض ان الانسان اصلا ما ينساش يعني، لكن بترجع تفتكر ان في ثواب وعقاب، في ربنا، في حساب في الاخر، في ناس هتتشوي كده. فبترجع تعمل الصح او تحاول تبقى كويس. بس كل المقدمة دي ليه؟ عشان اقول لك ان احنا هنا ما بنحاسبش حد. فاعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي نفسك فيه. في مصر هل انت شفت مسؤول تحاسب؟ لا يا راجل، عيب. مصر عايشين على الشعارات وعايشين على الذكريات. لما تيجي تكلم اي حد يقول لك انت مش عارف احنا مين؟ ده احنا 7000 سنه حضانه. عايش على اللي فات. يقول لك انت عارف احنا مين؟ احنا الفراعنه، احنا اللي كنا بننايم افريقيا من المغرب. كل لما تيجي تتكلم مع حد في البلد، في القاره دي، في البؤره دي، يكلمك في الماضي دايما. يقول لك احنا كنا. محدش بيقول لك احنا بنشتغل عشان نبقى. محدش بيقول لك ان احنا بتوفيق ربنا وبالخطوات اللي احنا ماشيين عليها هنبقى في الحتة دي او هنبقى كذا. مفيش هنبقى. احنا عايشين على الماضي، عايشين على اللي فات والذكريات، لكن ما بنخططش بجنيه لبكره. بكره ده ايه؟ انت مجهز له ايه؟ محضر له ايه؟ انسى. انا عايش على الذكريات. انت عارف انا ابن مين؟ انت عارف انا عيلتي ايه؟ انت عارف احنا كنا ايه؟ يا عم كلمني في اللي جاي. مفيش، انسى.
نهايه الموضوع ده طول ما مفيش ثواب وعقاب اعمل اللي انت عايزه. بلح، درمغه، فساد 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 من اول التحضير. وانا قلت ان انت بتلعب ماتش ودي مع تنزانيا اللي هي كانت حصلت مجموعتها. ده مش تحضير كاس لا 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 لا، ده كده انت رايح على الله. معاك مدرب بقاله من شهر 9 سنة و4 شهور 5 شهور، ولا الهوا لسه بيتعرف على الفرق. زيك ايه؟ ده انا لو مسكت الفرقه هبقى احسن منك 100 مره. ده انا كده بقلل من نفسي لو انا قلت زي فيتوريا. طيب فساد في ان مفيش مسؤولين بيقول لك انت بتعمل ايه، ولا بيوفر لك حاجه، ما بيوفرلكش سبل النجاح، ولا معسكرات، ولا ماتشات وديه، ولا اعداد. طيب الانديه طول عمرها اقوى من منتخب مصر. الانديه طول عمرها اقوى 100 مره من منتخب مصر. كلام الاهلي كلام الزمالك بيمشي على المنتخب. لو قالوا مش هنودي اللعيبه ما بيودوهاش. يا راجل جوه بطوله الاهلي بيفاوض ابو جبل، يقول لك ابو جبل خلاص مضى معانا، وابو جبل وافق، ويعلنوا قبل الماتش بساعه يقول لك ابو جبل لعيب في الاهلي. يا راجل ايه ده ده عك، دي ميخه يا راجل، دي ميخه. مفيش حد بيحاسب حد. حازم امام على مستوى لعيب الكوره لعيب من احرف الناس اللي عيني شافتها. على المستوى الاداري سواء في الزمالك او في منتخب مصر من اسوأ الناس اللي انا شفتها. ليه انا مسكت في حازم امام؟ عشان انت راجل بتاع كوره. الباقي ده كله بتاع كفته. جمال علام ومش جمال علام ودرندلك ومش عارف ايه والكلام الفاضي ده كله، الناس دي كلها مش على الكوره. لكن انا بكلمك انت عشان انت راجل بتاع كوره، فانت الحته دي حتتك. مجلس الاداره ده لو عنده دم، طبعا كده اقاله فيتوريا ده كده، لكن مجلس اداره اتحاد الكوره ده لو الناس دي عندها دم كانت قدمت استقالتها من امبارح، ما تستناش النهارده. يعني الناس دي لو عندها ريحه الدم تقدم استقالتها من امبارح. زي ما كان في ناس في الوقت ده، ناس يعني مش يعني هنقول ناس محترمه عشان خاطر حست على دمها بس، بقياده هاني ابو ريده في 2019 خروج قال لك شكرا سلام عليكم، احنا كده ايه فشلنا واحنا كفايه علينا لغايه كده. دي ناس عندها دم، بغض النظر عن محترمه او مش محترمه، بس ناس عندها دم. لكن انتوا مفيش خالص ولا الهوا. طيب هل انت المنتخب في حاجه لمدرب اجنبي؟ لا. طول عمرنا على مدار حياتنا كلها مفيش مدرب اجنبي جه عمل انجاز مع مصر. ليه؟ تركيبه اللاعب المصري ما ينفعش مع اجنبي، ما ينفعش مع غير المصري اللي زيه، اللي فاهم السيكولوجيه بتاعته عامله ازاي، ايه اللي بيجيب معاه، ايه اللي بيخليه يتحرك، ايه اللي من جوه بيخلي ان هو كده عنده غيره وعنده قلب. المصري اللي زيه. يبقى الاصلح لمنتخب مصر بلا نقاش هو واحد بس، برغم اختلافي التام معاه. انا ما بحبوش، لكن انسب واحد لمنتخب مصر هو واحد بس، حسام حسن. انت في منتخب مصر ولا عايز واحد فنيات وتعلمه تكتيك؟ دي ناس بتجيلك يابا كل في السنه كلها، بتجيلك ممكن اسبوعين طول السنه، 3 اسابيع لو عندك بقى، ده الماتشات اللي انت بتلعبها بمعسكراتك. فانت مش محتاج واحد يجي يعلمك كوره، لا، انت محتاج واحد يجي يديك روح، يديك حماس، يديك قلب. اللي كان بيعمل ده محمود الجوهري وبعد كده حسن شحاته، وهما الاثنين دول انت حققت معاهم انجازات. غير كده انت ما جيتش ولا مع ولا مدرب اجنبي.
نيجي لقصه صلاح بيجي بص، قال حاجات كتير، لكن انا ليا باللي انا شايفه قدام عيني. اللي عمله صلاح رغم ان الناس امبارح شايلتها لاتحاد الكوره والمسؤولين اسوأ ما يمكن، لكن ده ما ينفيش ابدا عن صلاح اللي عمله. يا راجل انت راجل كابتن فرقه، انت عارف انت لو لعيب عادي خلاص لعيب وغلط، لكن ده انت كابتن فرقه، ده انت قائد. انا هتكلم على الناس اللي انا وعيت عليهم. انت بتتكلم على واحد زي حسام حسن، بتتكلم على واحد زي احمد حسن، يا نهار قائد. تيجي انت في بطوله زي دي تقول لي اصل انا رايح اتعالج هناك. يا راجل اقعد كده متصاب، اقعد مع اللعيبه واقعد معاهم في اوضه اللبس واقعد معاهم في المعسكر، بتديهم روح وتديهم قلب. ده انت لعيب دولي. تقول لي رايح اتعالج هناك من اصل الخلفيه شدت عليا والنبي يا اختي. ايه ده؟ وايه بقى؟ يجي بقى مش من المسؤولين من عندك من هنا، يجي من ليفربول يقول لك احنا هناخده. طب هم عمرهم ما يطلعوا بتصريح زي ده الا لو هو مكلم محمد صلاح، يعني الا لو واخد الاذن او واخد يعني ايه الطريق مفتوح، خد ايه موافقه مبدئيه من محمد صلاح ان هم هيتكلموا ويجيبوه. طيب هل ده وقت مناسب ان انت تسيب منتخبك وتسيب الفرقه تفك وانت راجل كابتن الفريق؟ لا. صلاح كلاعب ما اداش حاجه مع منتخب مصر، ولا اداريا، ولا انت عرفت تحتوي الازمه. المنتخب كله ازمات، مفيهوش قائد، ولا فيتوريا ده قائد، ولا انت عندك كابتن فرقه تقيل قادر يلم لك الفرقه او يحتوي الفرقه. فكل مقومات الفشل كانت عندك، اتوفرت كلها في منتخبك. مدير فني، مجلس اداره، لعيبه ولا عندها قلب ولا عندها روح ولا عندها دم، كان لازم تبقى دي النتيجه. خلينا انا مش هتكلم طبعا تحليل على الماتش بتاع امبارح، لكن هاخد حاجه بس كده ايه يعني طراطيش صغيره. الجون اللي دخل فينا امبارح ده، لو الجون ده دخل في مركز شباب المدرب بتاعهم هيمسكهم يبهدلهم. الجون ده لو دخل في فريق ناشئين تحت 14 سنه المدرب هيموته. لان الف ب وانت بتلعب كوره كده، وانت لسه في مدرسه الكوره كده، يعلمك ازاي تباصي وازاي تجري بالكوره والكلام ده كله، وانت عندك مثلا ايه 9 سنين 10 سنين، بيقول لك ما تديش ظهرك للكوره. بيقول لك ما ينفعش ابدا في اي حال من الاحوال ابقى انا مش شايف الكوره. ارجع بظهرك تبقى شايف الكوره. اي وضع انت موجود فيه في الملعب لازم تبقى شايف الكوره. يوم ايه بقى في الجون الاولاني؟ حاجه محاسب اوت. يا عم اوت ظالم والكره ليهم مش لينا، اوت مشكلش خطوره. اوت ده يعني مش على ال 18، اوت ده مش يعني مش ضربه جزاء، اوت خلاص ماشي. حكم غلط. 5 أو 6 لعيبه بيعترضوا على الحكم في نفس الوقت وباصين للحكم وسايبين الكوره. محدش باص للكوره، محدش شايف، بيعترضوا على الحكم على اوت. بص التفاهه والهيافه. يا عم الحكم غلط، خلاص ماشي، مش شكلش خطوره يعني، اوت يعني. فاللعيبه تروح 5 6 لعيبه بتعترض على الحكم في نفس الوقت ومحدش شايف الكوره فين. الواد لعب الاوت، هوب بالعرض راح خبطه في حجازي داخله 1-0 وبوظ لك الدنيا. جون ما يخشش في ابن اختي كفرقه يعني. الجون خبطه وبتاع، مش محمل الجون لابو جبل، ابو جبل لسه جاي له. لكن جون ما يخش يعني كفرقه
يعني اولاد اختي كده ايه مجمعين كده ايه في البيت وعاملين فرقه، ما يخشش فيهم جون زي ده. اداء هزيل طبعا، لياقه بدنيه مفيش، ما جيناش، اختيارات سيئه. واحد زي طارق حامد ده، يا راجل ده انت ده كنت بتبني عليه سنين، الراجل ده كنت بتحطه وتبني عليه فرقه. ده كرم من ربنا ان هو ما جاش يتبهدل مع الناس دي اللي ما عندهاش دم دي. محتاج واحد رمضان صبحي لو فورمه، ياسر الشحات، ما عندكش حاجه، ما عندكش طراف، انت على الله. طيب نيجي ضربات الجزاء وابو جبل. 9 ضربات جزاء ما تشيلش منهم واحده، يعني واحده جت طلعت بره. 9 ضربات جزاء ما تشيلش منهم واحده، ازاي يعني؟ ازاي؟ ده انت جون لسه راجل راح الاهلي وبتاع، جون المفروض ان انت يعني ايه فئه اولى يعني بعد الشناوي. ف ازاي يعني؟ ازاي؟ 9 ضربات جزاء. وبعدين انا مش عارف ضربه الجزاء الاخيره، انا مش بلوم عليك في ضربه الجزاء اللي ضاعت، انا بلوم عليك في اللي ما تصدش. ضربه الجزاء اللي ضاعت كان ممكن اي حد يضيع، مش بلوم عليك فيها، لكن بلوم في ان حارس مرمى فريق بقى خلاص النادي الاهلي او حارس مرمى منتخب مصر 9 ضربات جزاء ما تشيلش منهم واحده. يا راجل يا راجل يا راجل. طب انا بقى لو عندي بقى لو انا مدرب وبفهم وعندي فكر، طيب مين احسن حارس مرمى في مصر في ضربات الجزاء؟ جنش. خده معاك، خده معاك للحظه دي، خده معاك للحته دي. ما انت واخد 4 تجوان حفله، راح تعمل بيهم ايه؟ يعني معظم المنتخبات واخده 3. طيب انت راجل تكرمت وخدت 4، شكرا. واخد لي صبحي واخد لي احمد الشناوي، ما لهمش اي لازمه الاثنين. طيب الشناوي مطلعه بره القايمه، طب ما كان الاولى قول صبحي صغير وانت عايز تعتمد عليه عشان المستقبل، ماشي. يبقى اخد بقى انا مكان احمد الشناوي، كنت خدت واحد زي جنش، الواد في ضربات الجزاء قرد. يبقى انا في دور ال16، يبقى انا وانا قاعد على الدكه كده، انت زي ما انت دلوقتي معاك حارسين مرمى، ما انت كده كده معاك حارسين مرمى اصلا، والاثنين معاك في القايمه بتاعت الماتش بالمناسبه، يعني انت معاك حارسين قاعدين على الدكه. طيب اخد واحد بدايه من دور ال16، اخلي واحد معايا على الدكه جنش، وصلت ضربات الجزاء يلا جنش. يبقى انت في فكر، انت قاعد بتتفرج مدرب اللي بيقود المنتخب على الله. اخد واحد ينفعني في ضربات جزاء زي دي، ما انت ضربات جزاء دي ايه؟ دي تطلعك او تصفرك. يعني خد بالك لما تيجي تحسب، انت هو ده نفس السيناريو بتاع السنه اللي فاتت، انت مقضيها ضربات جزاء في ضربات جزاء في ضربات جزاء، ربنا ييسرها لك. طيب نفس الفكره، بص ده بقى يوديك من حته لحته ثانيه خالص. ضربات جزاء، ضربات جزاء دي تخرجك بره بطوله. يبقى انا كنت اخد واحد زي جنش، راجل قاعد معاه على الدكه، لان انا كل الاجوان اللي عندي سواء محمد الشناوي او ابو جبل او احمد الشناوي، ال3 اسوأ من بعض في ضربات الجزاء. يبقى كنت خدت واحد حلو جنش، هوبا ضربات جزاء انزل. تصفيات كاس العالم السنه اللي فاتت استراليا كانت وصلت اعتقد، يعني لو اللي متخوني الذاكره، مع بيرو في الملحق بتاع كاس العالم مع استراليا وبيرو. استراليا جت وصلت ضربات جزاء، راحت منزله جون كده، جون بدقن صفرة، وجون كده ايه غريب عجيب، وبيعمل حركات غريبه بهلوانيه وهو واقف
وبتاع، نزلوه عشان ضربات الجزاء. بس هوب قبل ما الحكم يصفر في الشوط الرابع وراح الراجل ده نازل شقلباظات في الجون وبتاع وطريقه غريبه وبهلوانيه وبتاع ومش عارف ايه. الراجل تقريبا صد 3 ضربات جزاء او حاجه، المهم الراجل كسبهم يعني. صد يعني الراجل كان هو السبب في صعودهم. فانت ما فكرتش ليه بما ان انت واخد 4 تجوان انك تاخد واحد للمرحله دي، للحته دي، للجزئيه دي. حزين على منتخبنا، حزين على اوضاعنا، حزين على اللي احنا وصلنا له. اتمنى محاسبه المسؤولين، ولو ان اللي انا بقوله ده صعب جدا انا عارف ومحدش بيتحاسب، لكن يعني اتمنى ان الناس دي تتحاسب. واستقيلوا يرحمكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.